مساء الخير. معلومة كده صغيرة لأي واحد بيستأجر شقة أو محل في 2024 في جمهورية مصر العربية. أصبح العرف المتداول في السوق دلوقتي إنك لما تيجي تروح مثلا تجيب شقة عن طريق سمسار أو جبتها عن طريق نفسك، إن المالك يقول لك هتمضي لي على إيصال أمانة تضمانا لحق المالك. فأنت هنا بيبقى قدامك حاجة من الاتنين، يا إما تروح تشوف لك شقة تانية، يا إما تمضي على الإيصال وتمضي على العقد. طيب هنفترض ان انت رحت تشوف شقه تانية واتفاجئت نفس الكلام ان المالك بيقول لك تمضي على ايصال امان. انت النهارده هتعمل ايه؟ كده هيبقى قدامك حل. الحل ده حل يبقى في العلن، وحل يبقى من تحت الترابيزه. الحل اللي في العلن انك تطلب من المالك ان هو يذكر لك ايصال الامانه في عقد الايجار في بند اضافي. يبقى كده يكتب بند اضافي تحت في اخر العقد ان في ايصال امانه محرر بشق العين المؤجره. طيب تمام. هنا بقى يعني هتلاقي المالك مثلا ممكن يوافق، في مالك تاني ممكن يقول لك لا يا استاذ مش هينفع، انت كده بتضرب لي ايصال الامان. طب انت هنا هيبقى مطالب منك انك تعمل ايه؟ هنا هيبقى قدامك الحل التاني اللي هو من تحت الترابيزه، ويفضل يعني انك تتبعه. حتى لو كتب لك ايصال الامانه في عقد الايجار، هتطلع على اقرب اسم شرطه تقول لهم ان انا النهارده رحت مضيت عقد ايجار وده صورته ومضاني على ايصال امانه لونه كذا بياناته كذا على بياض او مثلا متفقد ايا كان. تمام. هنا الهدف من اثبات الحاله عشان برضه يضمن لك حقك لو الايصال ده اترفع عليك في اي وقت. وانتظروني فيديو جديد نشرح لكم معلومه قانونيه جديده.